صباح الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. الفيديو اللي هتكلم فيه النهارده فيديو مهم جدا 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 جدا، ومن اهم الفيديوهات اللي ممكن تتعمل في نهايه ثالثه ثانوي. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ازاي هنستغل شهر 5 وحاجات مهمه جدا لازم تكون بتعملها في الشهر ده، لان الشهر ده من اهم الشهور اللي هتعدي عليك في ثالثه ثانوي. غلطات معينه ممكن تعملها الشهر ده هتضيع عليك تعب السنه كلها، وحاجات مهمه جدا لو عملتها في الشهر ده هتفرق معاك جدا 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 في امتحان اخر السنه. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تدعسوا لايك لهذا الفيديو، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه وهي ان انت يومك لازم يكون ماشي بتودو ليست من اول ما تصحى لحد ما تنام. لازم تعتمد على التودو ليست اليوميه، لان دي اكتر حاجه صح ممكن اكون انا عملتها في الفتره دي. انا كنت ماشيه بنظام التودو ليست اليوميه طول السنه، وبجد دي من اهم الحاجات اللي انت لو ما كنتش بتعملها قبل كده لازم تعملها في الشهر ده بالذات، لان هي اكتر حاجه بتنظم وقتي. ولحد دلوقتي التودو ليست اكتر حاجه بتنظم وقتي، ويومي من غير التودو ليست بقى مش منظم ابدا. بجد انتاجيتي فيه بتكون اقل حاجه. فانت لازم تمشي يومك بتودو ليست من اول ما تصحى، تكتب فيها هصحى هعمل كذا، هعمل شاي مثلا، يعني اكتب فيها كل تاسك معين بتعمله، عشان اولا كل ما بتعمل صح جنب حاجه انت خلصتها ده بيحسسك ان انت انجزت انجاز كويس، وبيديك تشجيع لان انت تكمل باقي التاسكات اللي وراك. لحد دلوقتي انا بستخدمها خصوصا في ايام الامتحانات، بجد بتفرق معايا جدا. بكتب كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها، بكتب مثلا ان انا هصحى هعمل قهوه، هبدا ان انا اذاكر كذا، وبعد ما اخلص كذا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا لحد ما ادخل انام. تحس بجد ان اليوم منظم بشكل انت مش متخيله. ثاني حاجه المفروض ما تنامش اقل من 7 ساعات، لان انت محتاج تركيزك جدا جدا جدا، ولو نمت اقل من 7 ساعات مش هتبقى مركز في اي حاجه بتعملها. انت محتاج ان انت يكون تركيزك 100% عشان تقدر تنجز الحاجات اللي وراك. فالناس اللي بتقول لك انا بنام 3 ساعات وبنام ساعتين في اليوم، دي مالكش دعوه بيهم وما تسمعش كلامهم، لان مفيش حاجه اسمها كده. ما تنامش اقل من 7 ساعات. يوم ما تيجي على نفسك قوي يعني انام مثلا 6 ساعات. الحاجه اللي بعد كده وهي اوعى تزعل على درجاتك في الفتره دي، سواء في امتحانات الدروس او سواء وانت بتحل. مثلا لو انت لقيت نفسك بتغلط كتير وانت بتحل فده طبيعي جدا جدا جدا، لان انت تقريبا في اول المراجعه او لسه ما وصلتش لمرحله متقدمه جدا في المراجعه، ولسه ما افتكرتش كل حاجه انت كنت مذاكرها قبل كده. فطبيعي ان انت تكون بتغلط في الاول. يعني انت لو لسه بادئ مراجعه طبيعي غلطاتك هتكون كتير جدا. الناس اللي سابقه في المراجعه وبداوا يحلوا كتير هيلاقوا ان فعلا درجاتهم اتحسنت، وهيلاقوا ان غلطاتهم بدات تقل. فلو انت لسه بادئ في المراجعه ولسه بادئ ان انت تحل، ما تزعلش ابدا على اي غلطات هتغلطها، لان ده طبيعي جدا. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي مفيش حاجه اسمها لو في اي ماده انت مراكمها فتقول هخلصها في مراجعات ليل الامتحان. انت مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل لك في مراجعات ليل الامتحان. انت لازم تكون مسيستم نفسك ان انت اول ما تخلص المراجعه النهائيه او اول ما توصل لمرحله ان انت تبدا تحل شوامل، لازم تكون متاكد مليون في الميه ان انت خلصت كل حاجه عليك في المنهج، وان انت خلصت كل الحاجات اللي متراكمه عليك. يعني لو في اي درس واقع منك او في اي باب واقع منك في وسط المواد بتاعتك، لازم الباب ده يتلم دلوقتي في الفتره دي. مفيش حاجه اسمها هسيبه لمراجعات ليل الامتحان، لان اللي انت بتقوله ده بيتعمل في اولى او ثانيه ثانوي وبيتعمل في الجامعه، لكن ما بيتعملش في ثالثه ثانوي. في ثالثه ثانوي انت لازم تكون ضامن ان انت مخلص كل الحاجات اللي عليك في المنهج. ما ينفعش تسيب نفسك للظروف، مثلا ان انت ممكن يحصل لك حاجه في مراجعات ليل الامتحان دي، ممكن تعيا، ممكن يحصل لك اي حاجه. ساعتها بقى الحاجه اللي انت سبتها دي هتروح بيها فين؟ هتدخل الامتحان وانت ناقصك حاجات. وطبعا ما ينفعش طالب ثالثه ثانوي يدخل الامتحان وهو ناقصه حاجات. فلو في اي حاجه انت مراكمها دلوقتي لازم تخلصها في فتره المراجعات، وانت قدامك فرصه حلوه جدا ان انت دلوقتي في مراجعات والمدرسين بيراجعوا تاني من اول وجديد. فلو في اي حاجه واقعه منك سهل جدا ان انت تلمها في الفتره دي. في بقى حاجه لازم تبقى عارفها وهي ان انت لازم تبقى مستمر في السعي. اهم سر من اسرار النجاح هو الاستمراريه. اللي بينجح في الاخر هو اللي بيفضل مستمر، مش اللي بيبدا من اول السنه بكل طاقته وبعدين يجي في الاخر ويقول خلاص انا زهقت وتعبت وخلاص ما عدتش قادر وانا بذاكر من اول السنه وتعبت خلاص فانا هوقف هنا، او يبدا بقى ان هو يتراخى ومجهوده يقل. في الفتره المفروض كيرف المجهود بتاعه يعلى فيها جدا. فانا عارفه ان انتوا في وضع صعب جدا، ان انتوا في الفتره اللي المفروض كيرف المجهود بتاعكم يعلى فيها جدا انتوا بداتوا تفقدوا طاقتكم وبداتوا تتعبوا. بس لازم تتحمل ولازم تكمل للاخر. انت في اصعب فتره ممكن تعدي عليها، مش متخيلين انتوا عديتوا بايه. انتوا عديتوا بكل المراحل دي، دلوقتي انت في المستوى الاخير في المرحله الاخيره، فلازم تكمل للاخر. تخيل كده لو انت بتبني عماره وبنيت كل الادوار بس ما شطبتش العماره دي مثلا وما شطبتش الشقق اللي جواها، هتقدر توصل للنتيجه اللي انت عايزها منها؟ اكيد لا. اي حاجه بتعملها لو فضلت تعمل فيها مجهود كبير جدا بس ما كملتهاش للاخر، او ما حطيتش التاتش الاخير في الاخر، هل هتوصل للحاجه اللي انت عايزها في الحاجه دي؟ اكيد لا. فنفس الوضع برضو في المذاكره، لازم تفضل مكمل للاخر عشان توصل للحاجه دي. اي حد هيتراخى وهيضيع منه فتره المراجعه صدقني، لو كنت انت مموت نفسك في الفتره اللي فاتت دي كلها صدقني مجهودك كله هيضيع. فتره المراجعه من اهم الفترات، لان انت عملت مجهود كبير جدا جدا. فانت دلوقتي المفروض بتلم كل المجهود ده وبتجمع، اللي هو انا عملت مجهود طول
طول السنه، ذاكرت حاجات كتير جدا طول السنه، الحاجات دي كلها موجوده عندي، بس انا دلوقتي لازم احاول ان انا استرجعها والمها كلها تاني عشان اقدر ادخل بيها الامتحان. لو انت ما لمتش كل الحاجات دي او انت تراخيت في الفتره دي، ايه اللي ممكن يحصل في الامتحان؟ تخيل كده وانت داخل الامتحان مثلا وانت في حاجات مذاكرها من 8 شهور ومش مراجع عليها، تخيل كده الوضع هيبقى عامل ازاي. هل انت مستعد دلوقتي ان انت تدخل الامتحان بالمجهود اللي انت عملته الفتره اللي فاتت دي كلها؟ اكيد لا. من غير الشهر ده او من غير الشهر ونص دول مش هتقدر تدخل الامتحان ومش هتبقى مستعد ان انت تدخل الامتحان. فلو انت جالك شعور ان انت متكاسل وان انت خلاص مش قادر تكمل، تخيل نفسك كده وحاول انت تكون عقلاني كده واسال نفسك كده، هل انت تقدر تدخل الامتحان من غير ما تكون مذاكر الفتره دي او من غير ما تكون مراجع المراجعه النهائيه؟ اكيد لا. فانت لازم تكمل. الحاجه اللي بعد كده وهي ان انت لما تسمع صاحبك بيقول ان هو حل 60 كتاب في الماده وراجع 60,000 مره على الماده دي ورايح يشتري في الكتاب ال50، فتكتئب وتتخانق بقى وتتضايق وتحس ان انت مش عامل اللي عليك. لان انا حصل لي كده، كنت واقفه مره في الفتره اللي زي اللي انتوا فيها دي، وكنت بسمع بقى البنات بتقول ده انا هشتري الكتاب الرابع في الماده وهشتري معرفش ايه، معرفش ده حقيقي اصلا ولا لا، بس انا بجد وقتها كنت حاسه ان انا مش عامله حاجه. يعني انا كنت حاسه ان انا بقى مقصره ومعرفش ايه، مع اني ممكن اكون في الفتره دي ما كنتش مقصره ولا حاجه، بس يعني كلام الناس اللي حواليك ممكن يخليك تحس ان انت مقصر. فما تقارنش نفسك بحد، طالما انت بتعمل اللي عليك وطالما انت جايب اخرك فخلاص ما تقارنش نفسك بقى بحد ومالكش دعوه بحد. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي لو في اي حد محبط في حياتك او في احد مثلا بيقول لك انت اخرك كليه معرفش ايه، في ناس كتيره جدا بتسمع الكلام ده كتير وما بيبقوش قادرين يكملوا، بس انت لازم تعود نفسك على التحفيز السلبي، يعني تاخد كلامهم السلبي والوحش ده لتحفيز ليك. انا دايما لما كان حد بيقول لي انت مش هتقدري تعملي الحاجه دي او انت فكري نفسك شاطره او انت فكري نفسك معرفش ايه، في اي حاجه بقى بعملها في حياتي ما كان في حد بيقول لي كده، كنت بشتغل جدا وبالعكس باخد الكلام ده تحفيز ليا علشان اثبت له ان هو غلطان، علشان اثبت لهم ان انا اقدر اعمل الحاجه دي، مع انه ممكن يكون ده غلط جدا ان انت تثبت لحد حاجه او ان انت تحاول تثبت لحد حاجه اصلا، بس لو ده بيفرق معاك فخلي الحاجه دي ما تبقاش حاجه سلبيه وخليها حاجه محفزه ليك. كمان في الفتره دي لازم تبعد عن المشتتات كلها واي حاجه بتشغلك زي التليفون بقى، زي التلفزيون، اي حاجه كنت بتلعبها، اي رياضه مثلا كنت بتعملها، اي حاجه من الحاجات دي حاول ان انت توفر وقتك للمذاكره، وحاول تبعد نفسك الشهر ده عن اي حاجه تانية بتاخد وقتك غير المذاكره. يعني هو شهر واحد او شهر ونص، فاستحملوا وتعالوا على نفسكم شويه عشان ما تضيعوش كل التعب اللي انتوا تعبتوه طول السنه. وكمان لازم تبعد عن المشاكل واي حاجه، لو عندك مشاكل في حياتك ابعد عنها وحاول تنتشل نفسك كده، خليك في حته لوحدك مالكش دعوه باي حاجه بتحصل، ما تسمعش اي حاجه تضايقك، ما تسمعش اي حاجه تعصبك وتعكنن عليك، لان ده هيأثر على مذاكرتك جدا. اخر حاجه بقى وهي اهم حاجه وهي ان انت لازم تقرب من ربنا جدا جدا. اوعى تفوت صلاه وصلي كل الصلوات في ميعادها، وتقدر تعمل لك ورد قراني اعمل ورد قراني، ودايما ادعو كتير جدا 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 ان ربنا بيستجاب لكل الدعوات وانت محتاج الدعوات دي جدا جدا. فدايما لازم تكون مهتم بعلاقتك مع ربنا. وبس كده انا تقريبا قلت لكم كل الحاجات اللي انا عايزه اقولها عن الشهر ده، وزي ما قلت لكم ده اهم شهر في ثانويه عامه فلازم تستغلوه كويس جدا جدا. وبس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ولو في اي حاجه حابين تسالوا عنها اسالوني في الكومنتس وانا هرد عليكم. بس كده، باي باي.